علينا ورجال الحق وعلينا وتقبل منا بإسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا به وعلمنا وزدنا. صاحب هذه الورقة الرسالة محتاج إلى آراء شخصية حتى أجيبه، إن الجواب على هذا المنبر لا يجوز. أراد إن شاء الله عز وجل إن شاء بعد صلاة العصر، وإن شاء بعد صلاة المغرب، وإن شاء بعد صلاة العشاء، يعني يجي علينا أوقات الصلاة وأجيبه شخصيا بإذن الله عز وجل. هذا الموضوع لا يفتى به على المنابر، يحتاج إلى رؤية شخصية. أما عن فارسنا لهذه النصف الساعة فهو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمين رضي الله عز وجل عنه وارضاه، خامس الخلفاء الراشدين والشمعة التي أنار الله عز وجل بها منهاج الظلام، والمجدد الأول الذي جدد الله عز وجل به الإيمان وصحح به المسيرة بعد أن عصفت الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل عثمان بن عفان وخلافة سيدنا علي رضي الله عز وجل عنه وارضاه، ثم من بعده وبعد استشهاده الحسن وتنازله لمعاوية عن الخلافة والفتن والحروب، قيض الله عز وجل بهذه الأمة مجددا هو عمر بن عبد العزيز. وكما ذلك في الأسبوع الماضي في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي بعد أن صلوا وسلموا عليه يقول: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. انتهى. قال أحمد بن حنبل الذي روى الحديث: فنظرت في 100 الأولى فوجدت عمر بن عبد العزيز، ونظرت في 100 الثانية فوجدت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عز وجل عنهم أجمعين والله جمعنا به فعله. فقد يكون مجدد حاكما، وقد يكون مجدد عالما، وقد يكون مجدد محدثا، وقد يكون مجدد أصوليا. وأغلب أهل العلم في هذه الأيام أن مجدد القرن الماضي كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، المحدث الذي أقام الله عز وجل به السنة، فضبطت الأحاديث وصححت وضعف منها ووضعت أقول في الحديث، يعني حتى ما أحد يصاب في المنع في الحديث. جدد الشيخ للأمة بعد أن اختلط الحال بالناس وأصبحت الأحاديث ضعيفة موضوعا مكتوبة تنظر على المنابر وتكتب في المحاريب. الآن أغلب المساجد زمان كان يكتب على محاريبها أو نقاط كثيرة في المساجد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الكلام المباح في المسجد كالنار يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا كذب منكر مكذوب على رسول الله، كتبه بعض العلماء خطوط مشايخ عن محاريب. هذا كذب. فجدد الله عز وجل بعمر بن عبد العزيز المئة الأولى، كان مجددها رضي الله عنه وارضاه. الأسبوع الماضي وصلنا إلى رجاء بن حيوة وكيف أنه أشار على سليمان بن عبد الملك أن يستخلف من بعده عمر بن عبد العزيز، وعمر لم يكن في قائمة أولياء العهد، وإنما كان من أبناء عمومة سليمان، ما كان من إخوانه ولا من أولاده، والخلاف تكون في الأولاد وفي الإخوة. أما في أبناء عمومة فهذا بدعة جاء بها سليمان بن عبد الملك. واستخلف عمر وبايعه الناس، وكان بعد عمر يزيد بن عبد الملك، فعادت الخلافة إلى أبناء عبد الملك بن مروان هشام وإخوانه وأولاده وذريته. المهم أن عمر
استخلف 2 و5 أشهر و4 أيام، يعني ما يعادل 2 ونصف. 2 ونصف كانت مدة خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قلنا أنه أول أعماله بعد أن استخلف وخطب الناس وخرج من المسجد جيء له موكب الخليفة، فقال ردوه إلى بيت مال المسلمين وإليه ببغلته ونبته، فركب بغلته ونبته. هذا قال رجاء بن حيوة فاستبشرت بعمر بن عبد العزيز خيرا. إذا أول عمل قام به رد الموارد وأخذ كل الضيع والأراضي والأملاك والأموال من بني أمية وجعلها في بيت مال المسلمين. خلاص راح ما عاد فيه أخذ مالك ومن عم مالك جار الخليفة، انتهت هذه القضية ووضعت كلها في بيت مال المسلمين، وجعل الناس يتحدثون أن عمر بن عبد العزيز بقية من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، وألقى الله محبته في قلوب الناس حتى أحبه الصغير وأحبه الكبير. جاء الوفود تهنئ عمر، وكان في الوفود العلماء، لأن نحن نتكلم عن حقبة لا زال فيها من التابعون، صالح بن كيسان ورجاء بن حيوة ومكحول الدمشقي، يتكلم عن هامات عظيم لا زالت في الأمة. فكان يتكلم أبلغ الناس حديثا، أكثرهم علما، أكثرهم فقها، جاهلا، يتكلم باسم الوفد الذي جاء به. بعض الوفود جاء معهم شاب صغير ناظر ليس له لحية، فأراد أن يتكلم باسم الوفد، فقال له عمر: أليس في الوفد من هو أسن منك يا فتى؟ ما في حد أكبر من جميل. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغرين قلبه ولسانه، فإذا كان له قلبا حافظا ولسانا ناطقا تكلم عن قوله، ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أولى بالخلافة منك. ليش نقول نحن إذا العالم استطاع أن يصل إلى باطل السلطان فعليه أن يسدي المصلحة، عليه أن يقول كلمة، أن يقول كلمة الحق. لكن انظر شوف عن الخليفة، قال: فبكى عمر حتى رد دموعه بالموت. لو كان في الأمة، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى بالخلافة منه. شوف هذا الفقه والعلم. تولى عمر وجعل العدل بين عينيه في الأمة، وفاض المال وكثر الخير وجهزت الجيوش وفتحت البلاد، وأعطي الناس من الخير ما لم يكن على يخطر لهم على مال. أنا في هذه عجالة أضغط حتى أخذ شجرات من حياته رضي الله عز وجل عنه من خلافته 65 أشهر و4 أيام. دخل عليه بعض الولاة وأمير المؤمنين يجلس على طاولة بسيطة وقد أشعل السراج وجعل يهد القلم بالحلو والكذب، والوالي يبني على أمير المؤمنين ما حصل له في ولايته، قد تكون حمص، قد تكون الكرم، قد تكون بعدك. فسأل الوالي أمير المؤمنين قال: كيف حال أهل بيتك يا أمير المؤمنين؟ فاطمة أولادك. فأطفأ عمر بن عبد العزيز السراج ثم قال له: بخير الحمد لله تحت لا بسبب شرطك. قال له: الحمد لله بخير ونعم، الله فضل علينا سبحانه وتعالى، رغم ما أنت فيه، رغم ما أنا فيه، رغم ما أنا فيه، أنا بألف خير ونعم. بل في غيرك عجز كده، في غيرك مشلول ليس له رجل، أنت مريض شوي ما معك مال، فقير، في غيرك من يأكل التراب. اليوم شئنا نعم، اليوم زماننا نعم بزماننا، فقير ما معه.
مما سلف الحمد لله. فلما انتهى أشعل عمر بالسراج مرة فقال له الوالي يا أمير المؤمنين رأيت منك عجبا فأت السراج. قال لما كنا نتناول في أمر الرعية كنت أستدل ولا أسمع، فلما سألتني عن أهل بيتي وحالي أطفأت السراج لأن السراج لبيت مال المسلمين. قلنا المدير العام تبع الشركة الفلانية وقول هذا الكلام صعب. ليس صعبا والله ليس صعبا. هي متى أن تملك الله قلب الإنسان غير الإشعار قبل أن يكون خليفة. قلت في الأسبوع الماضي أنه كان واليا على المدينة وكان مترفا. الأمر الآن أمر أصبح قريبا لأن الأمة كلها في عنقه. قال فأطفأ السراج أجابه وقال كنت تكلمني في أمر المسلمين والآن تكلمني في أمر خاصتي من أهل بيتي. الخاصة من أهل بيتي. قالت له إحدى بناتي وكان يوم عيد يا أمير المؤمنين يا أمة الخليفة وقد وجدت في نفسها أنها لا تلبس ثوبا جديدا. البنات كلها تلبس ثوبا جديدا والعيد له في الشام طعمة أخرى نكهة أخرى. أنتم شفتوا الأعياد في غير البلدان وحتى في بلدان مكة والمدينة. طبعا في مكة العيد أضحى له نكهة خاصة، لكن العيد في الشام له نكهة أخرى. عقد مجتمعي غريب. الناس في كلام أحبة بين الناس زيارات أود في الشوارع أن أسلم عليك. وعمر كان في الشام يقول آمين اللهم رد علينا تلك الأيام. كان عمر بنته قالت له وجدت في نفسها. قال ليه؟ قالت له كلنا لا ترسل فيها جميعا أمامك فمن يعرفني هو أمير من يومه. وأتى إلى خازن بيت الله وقال له أتأذن أن تصرفني مرتب شهر القادم يقول سبحانه في يومه. شيخ حكينا شيء نفهمه تستوعبوا عقوله يعني ما تجيبنا شيء من الخيال. والله الذي لا اله الا الله ليس خيال. هذا رواه كبار المؤرخين ابن كثير وابن الطبري وفهم في سير على النبلاء. لكن الاخر جواب خازن قال له الخازن نعم يا امير المؤمنين اعطيك راتب الشهر. قال شريطه ان تضمن لي انك تعيش الى الشهر القادم. قال له انا اعطيك راتب الشهر بصفتك يا سلف لكن اشترط عليك ان تضمن لي انك تعيش الشهر القادم. فبكى عمر كان قواما ثم عاد الى اهل بيته فقال اذا اردتم ان تتمتعوا بالدنيا ثم يؤمر بعمر الى النار فتمتعوا. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره وان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سرابا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. بدكم دنيا جاهز اعطيكم اياها هي ملككم اصلا. لذلك قالوا ليس الزهد انك ترى شيء تذهب به، الزهد انك تملك الشيء ثم تذهب به. قد ترى ثريا زاهدا وقد ترى ذا سلطان زاهد لكن ان يجمع الله لك العلم. كان اعلم قلت لكم في الاسبوع الماضي يقول بعض التابعين ان كان العلماء في مجلس عمر تلامذا. عمر جمع الله له العلم فهو سيد علماء زمانه وجمع الله له المال وجمع له الله الحكم موالي ولا محافظ ولا وزير جمع له الله الحكم فهو خليفه المسلمين وامير المؤمنين. جمع الله له الحكم مع المال مع العلم لكنه كان أزهل الناس. تقول فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان أخت الخلفاء وزوجة الخلفاء وبنت الخلفاء وحفيد الخلفاء تقول لعمر بن عبد العزيز تقول يا أمير المؤمنين ألا تصلح لنا شأننا؟ يعني نحن أهل بيتك. فلا يزيد على جوابها ما أجاب به بنته. قال شئت أن أمتعك ثم أكون حطبا إلى جهنم يوم القيامة فعلت.
سؤال الشيخ ليش نصير فينا؟ ليش احنا هيك؟ لأننا تركنا الله عز وجل وتركنا ميراث الأمور وتركنا العمل بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كان عمر بن عبد العزيز قواما، بل إنه يصل أحيانا فجره بعشائه. تقول فاطمة: دخلت عليه يوما وهو يصلي، بنت عبد الملك زوجة عمر، قالت: دخلت على عمر وهو يصلي فوالله إني لأسمع خنين بكائه من خلف الستار. أمير المؤمنين اليوم زوجة اشتغل قرار جديد عليها، ما علينا إذا عنده سيارة لا كل شوي يطلع شوف صح رايتها. هذا أمير المؤمنين خليفة لا ينام الليل، تقول: سمعت له خنين من خلف الستار. ليش أترك؟ لماذا أترك؟ لن يصلح حال هذه الأمة في مؤخرها في حياتها إلا عندما صلح أمرها في أول حياتها. بلغ من عبده أن المال فرض وكفر، حتى أمر عمر بن عبد العزيز أن يفتح في الشام وفي ريف الشام، أن يفتح دور غير ما قال بها أحد من قبله. يعني هناك يعمل مشاكل المناطق الأيتام مصحات عقلية نفسية، لكن عمر عمل مشاكل، عمل مصحات فاض المال. قال: ابنوا بهذا المال الذي فاض بيوتا للحبانات والطبقات. واحد سأل الرجل: بدل تروح على هذا وقل لي لا الحماية وكلمة، أنا أكره هذه الكلمة الحماية. أصلا كلمة الحم تطلق على قريب الزوج من الرجال، على أخيه وعلى ابن عمه وعلى خاله. الحم تطلق على أقربائه من غير عم من غير أبوه، أما الأب ليس بحم والأم ليس بحمات. هذه كلمة لها أصلا. تدرون هذا نبدأ مسلسل والآن فيسبوك. تصلت عن وحدة الشيخ شوف شو كان بحمات الفيسبوك، والله نزلت لي الصور كان يوم عن الكلام يا خير. الآن أصلا عني عمر قال: ابنوا للحبانات بيوتا. بتروح المرأة الزعلانة إلى هذا المكان فتجد من يصلح حالها من العلماء والداعيات وأصحاب الفضل ويذكرون الله ورسوله والدار الآخرة. يوم يومين ترجع يومين إلى زوجها راضية غير صاحبة. من أفضل نسائنا يا رسول الله؟ قال: الودود التي إن غضب زوجها أخذت بيدي وقالت: أقسم عليك بالله ألا أترك يدك حتى أموت. هذه الودود. قال: بنيت البيوت. قال: يا أهل المؤمنين بنينا البيوت. زاد معنا. فقال: جهزوا الجيوش. قالوا: جهزنا الجيوش يا أهل المؤمنين. وزاد معنا في بيت المال. قال عمر بن عبد العزيز في قصة طويلة، قال: فاجعلوا الحب على رؤوس الجبال حتى يأكل منه الطير، حتى لا يقال جاع طير في خلافة عمر. طرف المال. هذا الكلام أيها الإخوة مصداق حديث النبي بعد أن تصلوا عليه لما جاءه علي بن حاتم الطائي. وعلي بن حاتم الطائي كان شريف قومه. قصة طويلة. هرب إلى الساحل، ثم بواسطة أخته سفان بنت حاتم جيء به إلى رسول الله في قصة طويلة. فقال له رسول الله: يا علي بن حاتم، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ضعف أهلين وقلة ذات أيدين. قل: نعم يا محمد. علي قال: يا علي بن حاتم، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله لا تخاف إلا الله والذئب على ذنبه. هذا كناية عن الأمر الذي سيكون. يا علي بن حاتم، لئن طالت بك حياة لتفتحن
أن لكم كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز وين؟ أمامة؟ قال كسرى ابن هرمز. يا عدي بن حاتم لئن طالت بك حياة ليفيضن المال على هذه الأمة حتى يخرج الرجل بزكاة ماله لا يجد من يقبله. يا الله اسمع، يقول عدي بن حاتم فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله لا تخاف إلا الله والذئب على ذلك بعيون، وكنت في من فتح الله له كنوز كسرى وإني لأرجو على الله أن تتحقق الثالثة. كان عدي بن حاتم مات ومن الصحابة، وإن تحققت الثالثة في زمن عمر ابن عبد العزيز كان يخرج الرجل بالزكاة ويقول ماذا يحدث. مين ياخذ مني يمكن 1000 واحد بيشتغلوا كده. إذا عندما أقام فيه العدل وكان يقصد الله عز وجل فالله فاه الخير والفتح والمال 2 و5 أشهر جاء أولاد حكومته الخلفاء الشام لم ذهبوا إلى عمته الكبرى واسمها أيضا فاطمة، لكن فاطمة بنت مروان أخت عبد الملك، وهذه كانت مسموعة عمة الخلفاء. كان كل الخلفاء يسمعون عليها دخيل في هذا. ذبحنا أن عمر بن العزيز شلحنا المال والضياع والأراضي، فجاءت فاطمة بنت مروان إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين فقال وأكرمها أجلسها وقال لها تكلمي يا عم. قالت بل تكلم أنت يا أمير المؤمنين. قال جئتني في خبر محمومين، جاي عندي تشتكي يا عم لقد بعث الله رسوله فأجرى نهرا ثم أجرى نهرا ثم مات، ثم استخلف الله على الأمة أبا بكر فترك النهر على ماله، ثم استخلف الله على الأمة عمر ثم ترك النهر على ماله، ثم جاء مروان وعبد الملك وسليمان فجعلوا منه فضوعا حتى جف النهر. يا عمه والله لأعيدن النهر كما كان. لا قال تركت فاطمة وأشاحت بوجهها وعادت إلى إخوانها تقول لهم اتركوا الله وشاء. خلاص الرجل وصل إلى غاية الغايات، هو ما عاد شايف إلا الله عز وجل. رسول الله ترك النهر وعمر ترك النهر وبكر ترك النهر، ثم جاء الخلفاء بني أمية وخلفاء فرع وخلفاء على علم الخلافة والوراثة وعلم ضياع الأموال خصوم. والله يا عم لأعيدن النهر يا مجرى، لأعيدنه إلى حاله، وأعاد عمر بن عبد العزيز النهر إلى حاله ومات والخلافة آنذاك راشدة في بني أمية رضي الله عز وجل عنه وارضاه. من أخباره لا يمكن أن نمر به مهما تكلمنا، لكن نتكلم عن بعض الصور التي تبعث في الشباب الحائر الآن. والله شباب الآن مثلكم يعني. لا تخاف لا تخاف، إذا من الله علينا في الأسبوع القادم ستكون خطبتنا عنوانها لا تيأس. لا تخاف. شايف أستاذ شوف والله افتح التلفزيون شايف أنا ما شايف فكر معك التلفزيون فكر معك التلفزيون شايف وطلعون، لكن أنا أرى ما لا ترى أنت. أنا أرى تاريخ بقرأ تاريخ وأعلم يقين بأن الله يغير بطرفة عين وسيغير بطرفة عين. لكن هذا سؤال أنا بدي أشوف ولا ما أشوف، هذا بأمر الله عز وجل وبيده سبحانه وتعالى. مين كان قبل عمر وقبل سليمان وقبل سليمان وقبل والفتن والذبح والقتل وحرب رجلين من أفضل رجال الأرض والجنة، علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. القتل تشرح معاني هذه وليست معاني بين يعني معارضة، لا هي بين صحابيين جميلين، واحد هو رابع الخلفاء الراشدين وواحد هو من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها مقتل عظيم وأعاد الله الأمور بعمر بن عبد العزيز وعاد النهر
نفسا تواقا ما تركت إلى شيء إلا حصلت وإنها تركت إلى الولاية فتمنيت كان هو أهل المدينة ثم تركت إلى العلم فأخذت بأطرافه هو محدث هو أصولي هو فقيه هو حافظ لكتاب الله عز وجل عمر من الخلفاء الذين حفظوا كتاب الله من الفاتحة إلى الناس يقول عمر ثم تركت إلى الخلافة فتبنيتها وهي الآن تتوب إلى الجنة ما في شيء على الخلافة ما في شيء على الخلافة بالأمس بعض الإخوة الأحباب أرسل لي مقطع هو أكثر من واحد بعض الدعاة في مصر يقول ألقيت محاضرة في ولاية أمريكية وأنا لست أجلس بعد المحاضرة جاءني شابان سوريان من سوريا ومعه رجل أمريكي بين أنه من أهل النعمة بعد المحاضرة قالوا الشيخ هذا يريد أن يعلن الإسلام يقول الشيخ قلت إن شاء الله تعلن تشهد لكن قبل هذا قل لي أنت مين فقال أنا فلان قال الشيخ أنا أسمع هذا الاسم العظيم من أثرى أثرياء العالم فلان صاحب الشركة قلت نعم قال لا قبل لا اسمه قال قبل أن تسلك قل لي شو اسمك قال فكان الأمريكي يتكلم ومترجم قال قصتي أنني صاحب شركات وعقارات وأموال كثيرة وكثيرة لا تحصى وإني أخذت من الدنيا كل ما فيها من النساء والأموال والمراكب يقول الشيخ على استطاعته طبعا بعد ما أسلم قال أتيت إلى القصر قال نزلت الخليج وشفت قصور الخليج وقصور الشام وقصور أوروبا لكني لم أرى كهذا القصر أبدا قصر ضلع في الأحلام يقول الشيخ العربية وهي واقفة برا تجمع عليها الجليد فقلت أنا شلون تطلع الجليد فلما آن الأوان المخرج كبس الزر في لحظات ساح الجليد عن السيارة يقول الشيخ جل الله حديثنا ببرا عقيل عن ثلج وجليد قال نظر عليه أيضا بزر ساح ونشفت الأحديد ولبسناها كانها هذا شيء خيال يقول هذا الثري قل له شو ليش بدك تسلم قال له انا ذقت من الدنيا كل ذلك ولكني افتقد الى لذة الروح ما في سرور في يوم من الايام دخلت على الشركه واذا هذا الموظف السوري عم يتوضا ويضع رجله في المكان الذي ارسل فيه وجهي فالامريكي تعرف الناس اللي تعرفين جد جنونه قال له انت شو بتعمل كذا؟ قلت له توضا شو تتوضا؟ قال انا هذا اغسله كل يوم 5 مرات هذا العضو كل شيء اغسلها 5 مرات كل يوم قال له الشيء الامريكي هذا لماذا؟ قال حتى اصلي قال له شو تصلي؟ قال له اصلي لله قال له ليه الله؟ والله يا اخوه هذا وهذا الشيء يتكلم في ملعب يعني حضور اكثر من 10,000 الناس قال له وين؟ من هذا قال الله الذي خلق السماوات والارض وبيده رزقك واجلك وحياتك فقال له الامريكي قدرني علمني قال له شريطه ان تغتسل قال له شو اغتسل؟ قال له تدخل الحمام فتجعل الماء على كل جسدك وتحت كل شعرات جسدك دخل الامريكي توضا فاغتسل جاء واسلم فقال له في محاضره للشيخ العالم الفلاني في مركز اسلامي فجيء لي اليوم ليس هنا شاهد يقول الشيخ الشاهد انه بعد الله المستقيم قلت له تعلم يعني قل والله اشهد ان لا اله الا الله قال له من ليش قال لا تحتاج الى عمل قال لا رجل يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يقول والطاعه انفجر البكاء وانفجر هو هذا البكاء جعل يبكي حتى صار مندوب يقول الشيخ فقلت له انت ما يبكيك قال انا اول مره في حياتي اذوق لذه لا استطيع ان اصفها انت لو سالتني عن النسوان وصفت لك اياهم بشكل مفصل عن المال عن الشركات عن العقارات طاقت نفسه الى الخلافه فاخذها لان شو بدك نفس الوقت الى الجنه الا ان
أن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيش؟ الجنة. يعني واحد يسأل فيكم قال له أنت معي فريق برشلونة ولا مدريد؟ قال له أنا مع قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. لك رب عن مدريد. هلا بفهم هذا شو؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. أنت مع مين؟ إذا كنت أنت مع الوحدة يا زمان الوحدة والشرطة والجيش، الله يرحم تلك الأيام. هلا الدنيا تطورت. كان زمان أهلاوي وزملكاوي، اليوم مع برشلونة ولا مع مدريد؟ حتى البنات بنات صغار، طفل صغير تقول له أنا مع برشلونة، والله أنت. لكن هذا كان أفضل من صاحبه، قال له أنت مع فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفوز، ما الفوز انك تاخذ مال، لا، اقرا التاريخ شوف، ولا لا تاريخ قديم، صحيح تاريخ قديم فيه نعمه، اقرا تاريخ حديث. الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله توفي عام 1945 في القرن الماضي، والملك فاروق بن فؤاد توفي في بعد تلك الايام القليله سنوات. هذا مات في مصر ودفن فيها، وله مؤلفات وكتب تنوف عن 50 كتاب، ولا زال أهل علم ينهلون من علم المراد يأخذ منه. ومات فاروق ومات مين؟ المراد. شرف يعيش 2000 سنة؟ لا، يعني كم سنة بعدين ستقضي إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، 2 و5 أشهر و4 أيام ولد المرض في أمير المؤمنين عمر. قيل في مرضه أمر، وهذا ليس فيه أمر راجح. من الروايتين قيل أنه مات من شدة خوفه من الله عز وجل خلال التنبيه، وقيل أنه مات بسم دسه له أحد غلمانه فيه. أنا أكد بالروايتين. أما الأولى فكان كما قلت إذا قام يصلي سمع له خليل، خوف من الله عز وجل. الشيخ الخوف موت، نعم الخوف مميت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما يصف النار وأصحابه جهنم فيها كذا وفيها كذا، قال وفيهم فتى من الأنصار فشهق شهقة وخر غشيا عليه فحركناه فإذا به قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق قد فتتك منه. الفرق الخوف فتت كلمة واسمع الجنة. أنا بيجي واحد فيسبوكي متلطع يقول لك شيخ لا تحكون عن الصراط وقرن الشعر وجهنم وفيها نار خلالين، لكن شو تحكي لك عن مين؟ عن ماذا؟ يحكي لك هذه حقيقة رسول الله كان صفة لأصحابه. هذا الرجل خلع قلبه فمات. قيل أن عمر مات من خلاع فؤاده بشدة خوفه من الله، وقيل أن أحد غلمانه دس له السم في كأس شرب، فلما قدمه له وشرب عمر وجد اثر السم في البطن، وكان صاحب وجه وصاحب علم. فجيء الغلام ولا زال يقاربه حتى اعترف الغلام. اسمع، قال له من ارسلك؟ قال المغير. ولان عمه يعني حذفاء ما يقول عمر عمر اخذ امواله ورماها في بيت الله، حرمه من العطايا، اخذ ضياعه، اخذ اراضيه، مواكبهم لنخلص منه. فقال على 2000 درهم ونقتلون. قال اين الدراهم؟ قال فاخذ عمر الدراهم وردها في بيت مال المسلمين. نعم، هذا الخبر جاء به الذهبي في سير اعلام النبلاء. قال اخذ عمر 2000 درهم وردها في بيت مال المسلمين واطلق العبد الغلام وقال له التغير فلا يراك الناس، عفى عنه وهو حي فلا اشتد به المرض رضي الله عز وجل عنه وارضاه. تقول فاطمه فدخلت عليه وهو ينازع سكرات الموت فقال عمر الا تصرفون عني ساعه؟ كان الشيخ الاشعراوي رحمه الله عز وجل فيما قرأنا عنه انه كان له هجره في بيته لا يدخلها احد ابدا،
ساعة تخلو بها مع الله عز وجل لا يرى فيها. يقول صلى الله عليه وسلم لي ساعة مع ربي لا ينازعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني لو دخل علي موسى لاستغفر، ولو دخل علي ملك مقرب من حملة العرش لا أحبه. هذه الساعة خلق حدث الله فيها تخلق ربك تحدث. يقول عمر ألا تنصرفون عن الساعة؟ قال فخرجت عنه فسمعته من وراء الستان يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت. قال فأرسلت بعض الإيمان فخرج يسيح فدخلت على أمري وقد وضع يدا على فمي ويدا على عيني ثم كان على شقه بينهما وكان آخر كلامه من الدنيا هذه الآية في سورة القصص، آخر سورة القصص. تلك الدار الآخرة لمين معه رتب إذا فكر شوي شوفها يعني شوي نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. ومات أمره وماتت معه خلافة الراشدة. وعاد بن أمية إلى سنة عالية في خلافة يزيد ابن عمر. أما وفاته فكانت عن 39 سنة ونصف. كل هذا الخير اللي حكيتنا عنه والعلم ولاية المدينة وخلافة المسلمين ومات عمره 39 سنة ونصف. نعم 39 سنة ونصف. مات عمر بن عبد العزيز وعمره 40 سنة إلى 6 أشهر. إلى 6 أشهر مات عمر ودفن هنا في سوريا. كان يقولون في حمص لأنه المعرة كانت أصلا تتبع لحمص. هذا هي تتبع لمين؟ لإدلب. معركة النعمان لا يتبع عنها. هو مدفون في معركة النعمان ما يكون في رأسه. هو في المعركة عمر بن عبد العزيز رضي الله عز وجل عنه والله دفن في المعرة رضي الله عز وجل عنه والله ومات عن 40 سنة إلى 6 أشهر. أسس فيها لأفضل منظومة عدل في الوجود. لأفضل منظومة بعد عمر بن الخطاب. هؤلاء الأربعة لا يقارن به المخلوق. لا يقارن به المخلوق. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء خارج الحسابات خارج المنافسة. أما بعد هؤلاء فكان عمر بن عبد العزيز قولوا آمين. اللهم إنا قرأنا سيرته في هذا المسجد ورجاء أن تجمعنا به ورضيها. ولو قصرت من الأعمال فقد عرضت في جنانك الآن. فإن قرأنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء ينشر معها أحد وإن قصرت به أعماله. اللهم احشرنا معه واجمعنا به في أعلى درجات الجنة. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بعد المشكلة يبدو أنه مريضا في سرير وفي مزاد ومات في الله. هذا سؤال الشباب. أنا أقول لكم الرسالة كنت أود أن أعرج عن الشباب خاصة على سلوكهم وتصرفاتهم وعلى أشيائهم لأن فئة الأكبر منهم هو كاتب طنطاط يعني بس أنا كنت طالب أو يقول طنطاط أنا آسف في هذا المصطلح لأن هذا الواقع فكيف يكون كيف يعتبر نفسه هو فما كيف يعتبر الناس فما احترام أمامها ينطبق لأن الضوائر أن الإنسان يفكر أن الله في الموضوع يقول أولياء الله هذا الكلام طيب وجيد وانا اوافق عليه لا افعل به. ولو هذا الاخبار في الاسبوع الماضي اللي قبله انا ذكرت حقوق الابناء على ابائهم. ذكرت منها انه يحسن تربيته وتحفيظه القران وتعليمه وان لم يكون كانوا صبيانات قبل ان تكرمهم الشياطين. طفل زي اللي شو اسمه لك احمد قلت واحد انت ابو قاسم انت ابو محمد انت ابو خالد انت ابو علي توجد فيه معنى الرجوله والطفل. سيدنا علي كان من طفولته اسمه ابو الحسن علي بن ابي طالب
النبي مر على طفل اسمه كان هذا الطفل اخوه سيدنا انس بن مالك، اخوه انس بن مالك خادم الرسول، وكان يلعب طفل صغير بطالب صغير اسمه النغير، فقال له رسول الله ما فعل النغير يا ابا عمير؟ فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير. فإذا نحن كيف نطالب الشباب عن الضغط والآن أصلا فردة الأمور لكم فكرة. من حقنا على آبائنا أن يسلك الأب ابنه طريق الاستقامة، طريق الرجولة، طريق الهداية. أما أن يدخل على غالبين سيربيه الشارع والسينما، يبغى سينما، تربيه الانترنت وتربيه التلفزيونات وتربيه. يعني مثلا خطر الآن أخذ الآباء، جيب كتاب رياض الصالحين قول لأولاد الرياضة راح تكتب كل واحد بس وهي هذه يكتب عليها إهداء من أبيكم المحب فلان إلى ابني سعيد، إهداء إلى ابن حبيبي خالد. ومعكم مولى 4 أشهر 5 أشهر سأمتحنكم في كتاب رياض الصالحين والذي سيحفظ من أحاديثه أكثر. أنا بجلود سكيتي هدية سيارة. خطر من أحد مثلا أن يربي ابنه على رياض الصالحين تغيير التغيير يعلم الدين حفظ سورة البقرة والعنوان ما أقول أتى في بيتي إلا وهربت وفرق منه الشياطين والسحر والعلم وخزعبلات وكذا الكلام الفارغ. لو أن سورة البقرة والعنوان الزهراوين في القرآن في بيته لا يدخله لا شيطان لا عفريت ولا سحر ولا. فهذه وظيفة الآباء صحيح أنا ما أتكلم من حقوقنا على آبائنا أن يعلمون القرآن، أن يهذبونه، أن يجعلوا أشكال ماشي مع ابنه هو اللي يصطنف ثلاثة ويكتروا عينه عليه ابنه عن شعرات من جيبك ومن هون عقبه من هون شكل هون سكت هذا ابنك إيه بدك 5 صفوف مش للولد 5 صفوف للأب. والله شيخ ما عدنا عليه والله ما عدنا عليه يروح يطلب معه واحد على بيتك يقول رحب الله فلان. لازم تعيش. يقول انت ناعم تكون على ابنك الصغير الشاب انت ليش عايش؟ من أجل ماذا؟ عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن عمر وكان له زوجة يحبها فكتب عنه قال له طلق. قال ابن عمر كنت أحبه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي زوجة أحبها وإن عمر يأمر أن يطلقها. تعرف شو الذي قال له؟ قال له طلقها. مالك مين عليه الإشارة؟ مالك مين عليه السماعات؟ ماشي مثل هذا بالشوارع أنا ماني عليه. ليش أنا جدا؟ أنا بقول لك أدوه